طول عمرنا في اي شغل بنلاقي ان في مواقف مضحكه كتيره قوي ومواقف طريفه جدا بتحصل. بس اللي احنا هنعرفه النهارده ده شيء عجيب جدا. شيف سويسري وهو بيفرم اللحمه صباعه اتقطع، فقال لك اما اجيب شركه التامين عشان تعوضني عن اللي حصل ده. في شركه التامين طلبوا منه انه يعيد شرح اللي حصل معاه مره تانية، فهو بيعيد شرح الموضوع صباعه التاني اتقطع. صباعي جوه الباب، افتح الباب، صباعي. محدش يختلف ان شغلانه المراسل من اصعب الشغلانات اللي موجودين في الحياه، بس اللي حصل مع المراسله دي شيء غريب جدا. وهي بتسجل لقاء مع احد الضيوف عندها على مركب، فبتسند على حبل من الحبال وما كانتش تعرف ان الحبل ده مرخي، فحصل اللي حصل. We zijn hier in Kampen, een van de 3 prachtige historische Hanzesteden in de IJsseldelta. Want hier wordt binnenkort het grootste paasevenement van Nederland georganiseerd. Zeelkampen. Burgemeester, wat is er nou zo bijzonder aan Zeelkampen? Als je de mooiste opgelukt. اوعى شوف دي يا نهار اسود ودبشه واقعه في ترعه. نقل البضايع مهنه صعبه جدا، بس لما ما تبقاش عارف الوزن بتاع البضاعه اللي انت شايلها وانت ماشي بالنقاله، هي دي المصيبه السوداء. لو ده هيثبت لك انك ايه؟ واحدة من أغرب الحاجات اللي ممكن تحصل مع أي سواق أتوبيس في العالم. ده مش سواق زي أي سواق، ده سواق أتوبيس مستشفى المجانين. كان بينقل المجانين من مكان لمكان، فوقف في نص الطريق كان عايز يشرب حاجة، نزل يشتري حاجة لو عايز يشربها، رجع ملقاش المجانين. طب يعمل إيه؟ يروح فين يجي منين؟ مشي بالأتوبيس وفضل يحمل في الناس وكأنه عادي مواصلة عامة، وفضل يحمل لغايه لما ملى الاتوبيس على اخره وقام طالع بيهم على مستشفى المجانين، وكأن هم دول المجانين اللي معاه. طبعا الموضوع ما خدش وقت كتير عشان يكتشفوا ان الموضوع ده كله خدعه وكذب يعني. بعض من العمال بينقلوا من مقر شركه لمقر شركه تانية، فكانوا مطلعين بكره الاسلاك الكبيره، والحقيقه وهم طالعين بيها حصل حاجه غريبه جدا ما كانوش عاملين حسابها. So this is the lobby. That's the natural light. That's Allison. Hi, Allie. Hi. She looks super stressed. That's big. Excuse me. Our clothes. A whole lot of stuff. Hey guys, what's all this for? Are we getting clothes? I want to. كل واحد فينا تقريبا بيحصل معاه مواقف غريبه في شغله. لو انت حصل معاك موقف غريب اكتبه لنا في كومنت، ومين عارف ممكن يضحكنا اكتر بكتير من المواقف اللي معانا.